أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في صراع شخصي جدا، لكنه في الحقيقة بيلمس حتة جوه كل واحد فينا. هو عن المعضلة الأزلية دي، لما الواحد بيتحط في اختيار صعب بين الولاء للشخص اللي بيحبه وبين ضغط المجتمع وتوقعات الناس. الجملة دي الجملة دي هي اللي بتبدأ بيها كل حاجة. دي مش مجرد رد فعل، لا، ده إعلان موقف واضح وصريح، عهد مش ممكن يتكسر. ومن هنا بالظبط بتبدأ حكايتنا، عند لحظة القرار الفاصلة دي. طيب، يلا بينا ندخل في تفاصيل الموقف. اللي هنحلله مع بعض هو حوار متوتر جدا بين اتنين ستات، حوار بيدور حوالين قرار مصيري، قرار ممكن يقلب حياة واحدة فيهم تماما. إيه هو الصراع ده بالظبط؟ القصة تبان بسيطة قوي في الظاهر، لكنها عميقة جدا. في زوجة وصاحبتها بتحاول وبكل الطرق تقنعها إنها لازم تسيب جوزها، والسبب سبب واحد بس، إنه مش بيخلف. وهنا بقى الولاء اتحط في وش فكرة الإرث والعزوة، وش الوش. تمام، خلينا الأول نسمع وجهة النظر الأولى، الحجة اللي بتقدمها الصديقة، وهي حجة عملية جدا ومتأصلة قوي في تفكير المجتمع والتقاليد. وده أول سهم بيتوجه ليها. السلاح اللي بيستخدم هنا هو الخوف من بكرة، الخوف من الوحدة، فكرة إن العمر بيجري وفي الآخر الواحد مش هيلاقي جنبه سنة. ودي حاجة قوية لأنها بتلعب على أكتر وتر حساس عند أي بني آدم، واللي بيخلي حجة عدنان ليها وزن إنها منطقية جدا. هي بتعترف وبتقول ممكن الأولاد لما يكبروا يبعدوا ويمشوا، لكنها شايفاه خطر أهون بكتير من خطر إن الواحد يوصل لآخر أيامه وحيد تماما. يعني هو رهان، بس رهان محسوب. يعني لو لخصنا كلامها هنلاقيه بيدور حوالين الأربع نقط دول: الخوف من بكرة ومن غير ضغط، الهدف هو العزوة والأولاد، والمنطق بيقول إن الحب والرجل الكويس لوحدهم مش كده، وفي الآخر تحذير واضح وصريح: النهاردة هتختاري وبكرة هتندمي. دلوقتي نيجي للجانب الثاني من الحوار، الرد الحاسم اللي جاي من الزوجة، دفاعها المستميت عن شريكها. وهنا بنشوف فلسفة مختلفة تماما، المبدأ اللي الزوجة ماسكة فيه بإيديها وأسنانها. بالنسبة لها الكنز الحقيقي مش في الأولاد ولا العزوة، الكنز هو الإنسان نفسه، هو شريك حياتها. ده تغيير كامل لمفهوم القيمة في الحياة. الرفض هنا مش مجرد كلمة، لا، ده رفض قاطع نهائي، مفيش أي مساحة للنقاش. جملة مستحيل يحصل بتقفل الباب في وش أي محاولة للتأثير عليها، وبتأكد إن القرار ده نابع من يقين وقناعة راسخة. يبقى موقف الزوجة واضح جدا، الكنز هو الشريك الكويس، والعهد اللي بينهم ده مقدس، ولاء من غير أي شروط، وقيمة الإنسان عندها مش بتتقاس بالخلفة. وبناء على كل ده القرار نهائي، مفيش أي تراجع. وهنا بنوصل لقلب الموضوع، للحظة اللي بنشوف فيها الصدام المباشر بين رؤيتين مختلفتين تماما للحياة والجواز. المقارنة دي بتلخص الحكاية كلها. عندنا وجهتين نظر قصاد بعض بالظبط. من ناحية في نظرة المجتمع، الجواز ده عشان الأمان والخلفة وقيمة الشخص بتيجي من دوره ده، وأكتر حاجة تخوف هي الوحدة. ومن الناحية التانية خالص في نظرة الشراكة، لأ، الجواز ده حب وونس وقيمة الإنسان في جوهره، وأكبر خوف هو إن الواحد يخون العهد. في الجزء الأخير خلينا نتأمل في معنى الحوار ده، الحوار اللي خلص وما وصلش لحل أو إجابة سهلة. ودي يمكن أهم نقطة. قوة القصة دي مش في إنها تقول مين صح ومين غلط، قوتها في إنها بتورينا قد إيه القرار ده تقيل وصعب. الاختيار بين إن الواحد يمشي ورا قناعاته الشخصية وبين إنه يخضع لضغط المجتمع وتوقعاته. وهنا بنسيبكم مع سؤال مفتوح للتفكير، يا ترى إيه هو المقياس الحقيقي اللي بنحكم بيه على أي شراكة؟ هل هو تحقيق الأهداف المجتمعية زي الخلفة والعزوة، ولا هو الصدق والوفاء للعهد اللي بين شخصين؟ سؤال مهم يستحق إننا نفكر فيه.